السلام عليكم. اليوم راح نحضر سوا الكيكة اللي طلعت ترند على التيك توك، كيكة أحمد الزامل أو الليزي كات. بتبورد على القلب بالشوبات وتدوب بالتم ذوبان. يلا نشوف سوا طريقة التحضير. نحتاج لعلبة خليط الكيك الجاهز من دومو، ووبن كريمة شانتيه، وعلبتين من شوكو بايتس، وعندي لوحين من الشوكولا المر والحلو، حبيت أعمل ميكس بيناتهم، وعلبة جبنة كريمية، وعلبتين كريمة خفق، واخر اشي حليب الشوكولا كمان علبة صغيرة. وبفضي خليط الكيك الجاهز بقلب وعاء غميق، بدي افقش فوق منهم 3 حبات من البيض. انا بفضل انه كل بيضة تنفقش لحالها بقلب تبسة، عشان اذا شي وحدة منزوعة ما تنزعلي الخليط كلياته. وبضيف فوقن كوب من الزيت النباتي وكوب من المي بالتدريج، وبخفقن كتير منيح بالخفالة الكهربائية لمدة 3 دقايق. هون عندي صينية البايركس بدهنها بشوية الزيت النباتي، بدي ادهنها من كل الجوانب حتى ما تلزق معي، او فيكن تستخدموا قالب خاص للجاتو، ما بيأثر. بصب الخليط بقلب الصينية وبدخلها بالفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة. وبجد تاني بحط 6 حبات من الجبنة الكريمية، نضيف عليهم علبة من كريمة الخفق تقريبا 200 ملي، وظرف من كريمة الشانتيه. وأكيد فيكم تحطوا ملعقة صغيرة من الفانيلا بس أنا نسيت ما حطها. بحط فوقهم تقريبا نص كوب من الحليب المكثف المحلى. بدنا نخفقن كتير منيح لنحصل على قوام تقيل مثل الغيمة. بعد ما جهزت عند الكيكة وبردت تماما، بدي سقيها بالحليب والشوكولا، وبحط فوقن الكريمة يلي حضرناها مسبقا، وبمدن كتير منيح، وبحاول قد ما فيني ملسن. بنحطهم بالبراد لمدة ساعة أو أكتر حسب البراد يلي عندكم. هون ذوبت نص القالب من الشوكولات دارك مع الشوكولا سبريد بحمام مائي، وبضيف فوقهم ملعقة صغيرة من الكريمة لحتى أحصل على قوام سلس. وبصب الشوكولا فوق الكريمة اللي جهزتها بعد ما أتأكد إنها بردت تماما. بحاول قد ما فيني مد الشوكولا بشكل متساوي، برجع أحطهم بالبراد لمدة 3 ساعات. وآخر اشي حطيت علبتين شوكولا البايت مع شوية من الشوكولا المدوب، ورشيت عليهم الكاكاو، وبدي زين فيهم وش الصينية. شوفولي ما شاء الله طبقات هالكيكة. وهلا بدنا نقطع الكيكة، بدنا نقدمها. أكيد نحنا قدمناهم بعد صلاة التراويح بعد ما فطرنا. شوفوا ما شاء الله شكلها بشهي وكتير طيبة، بتستحق التجربة. شكرا لكم على المتابعة الحلوة. سلام.